أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحطة 31 من قطار دوري نجوم العراق موسم 25-26. ديالى يضيف الموصل في مباراة مهمة يحتضنها ملعب ديالى. إذن طاقم تحكيم اللقاء، حكم الواضح بالصورة هو من يدير هذا اللقاء، محمد كامل يساعده بريار قادر، باسم بزر، محمد نزات في الفار، هناك ليث عماد، رضا عباس، بينما مقيم الحكام الأستاذ كاظم عودة. توفيق للموصل ولديالى بهذا اللقاء، مباراة مهمة للفريقين. أذكر وضعية الفريقين، ديالى عاشر الترتيب ب 41 نقطة، الموصل مركز 14 ب 37 نقطة، تبقى الصدارة للقوى الجوية ب 70، الشرطة ثانيا 64، أربيل ثالثا 60، والطلبة 58 نقطة. على بركة الله انطلقت صافرة الحكم محمد كامل إذانا ببداية لقاء ديالى والموصل، والبداية لديالى والكرة القوية إلى التماس. التماس بالصورة على مهاوي. سنتكلم عن تشكيل الفريق بعد هذه الكرة. محاولة من الموصل وإلى ركلة برمى. إذن إكرام الضيف، الموصل بالأبيض موشح باللون الأحمر، ومدرب الأردني هيثم شبول يلعب بعلي كاظم بحراسة المرمى. هناك خط الدفاع حسام كاظم، سيدريك، روبرت باول الألماني، هناك ميدراندا الكولومبي في الوسط، عمر بصيرو، سيمون اكسندر، سامر محسن، أكرم رحيم، عمر عبد الرحمن، وفي المقدمة هداف الفريق علاء الدين الدالي. هكذا يبدأ مدرب الفريق الأردني هيثم شبول. الكرة الآن، هل هناك بشيء؟ سامر محسن والأحمر طرد ربما أسرع طرد في دوري نجوم العراق. الطرد محمد كامل، والطرد لاحظ بالصورة، لاحظ هل هناك اللقطة الماضية علي خالد، هل هناك من عودة للفار؟ لاعب ديالى ربما يطرد، لكن بانتظار قرار الفار، بانتظار القرار من الفار. يامن الزلفاني التونسي، وديالى يلعب بعلي رمضان بحراسة المرمى، هناك مقتدى حسن، علي خالد، محمد محسن، أيمن محمود، بالوسط عبد المجيد صبارة، بومال، وهناك إبراهيم تانديا، أنس مالك، أيمن الصفاقسي. تشكيل الفريقين والبداية والإثارة. التونسي مدرب ديالى يامن الزلفاني يتابع، ربما علي خالد يطرد، لكن ننتظر التأكيد من غرفة الفار بانتظار القرار. الفار طبعا ليث عماد والحديث مع محمد كامل. واعتقد تم التأكيد. لاحظ اللقطة الماضية، وعلي خالد، علي خالد والاعتار لسامر محسن بهذه اللقطة. نكمل القرار واللقطة. اي نعم، طرد، اسرع طرد اعتقد في دوري نجوم العراق، يعني من الحالات اللي النادرة وسريعة جدا في اول دقيقتين. علي خالد
هل تم التأكيد؟ طرد سريع جدا، من الحالات السريعة جدا في دوري نجوم العراق. تم التأكيد، و ديالا ب10 لاعبين منذ الدقيقة 2 عمر المباراة، راح يكملون ديالا. هذا الأردني هيثم شبول مدرب الموصل، طبعا يساعد محمد علي كريم ومعاه ربيع عماد. هذا هدافه، هذا الدالي علاء الدين الدالي 14 هدف في دورينا، لكن ما سجل على ديالا في مباراة الموصل بالمرحلة الأولى، انتهت بقرار اتحادي لديالا 3-0 لمخالفة النادي الموصل اللوائح. حرة مباشرة للموصل لأبناء الحدباء. الدالي علاء الدين الدالي للموصل. علاء قريب، الدالي يلعب الكرة والإنقاذ من علي رمضان، يبعد الكرة، راجعة مرة أخرى، يحاول نادي الموصل والرأسية والضغط منذ البداية. سامر يعيدها هذه المرة، راجعة من أكرم، المحاولة من علاء الدين الدالي، عيد الكرة لحسام كاظم، راجعة مرة أخرى من ميدراندا، تعود لحسام لاعب الخبرة، لاعب اللي لعب للشرطة ولعب للزوراء والقوى الجوية والميناء. محمد محسن بالوسط، حرة مباشرة ولا خطأ؟ هذا محمد محسن كان بالصورة، بينما هنا اللاعب سيمون لاعب السوري لديه أيضا الجواز السويدي، ده هدفين على إربيل والنجف. بالنسبة للاعب سيمون، الإنقاذ من علي رمضان والبداية قوية. علاء الدين الدالي الموصل، لاحظ أصعب سيناريو يمر به الفريق، أن تتعرض للطرد بالدقيقة 2 وبالتالي ستلعب ب10 لاعبين. هذا بالنسبة لديالا. كرة اللعب، أنس عيد الكرة، علاء مهاوي، تمريرة من علاء، حاول عبد المجيد صبارة، هذا عبد المجيد عنده هدف على القاسم لاعب اليمني، فعلا غير يعني ثامر الصالحي سيلعب بديلا لعبد المجيد صبارة. يامن الزلفاني أخرج لاعب وسط وأشرك لاعب مدافع لتعويض طبعا غياب علي خالد. إذن عبد المجيد صبارة يترك المباراة ويشترك ثامر بومال، يلعب الكرة، راجعة هذه المرة، الدالي يحاول، ثامر الصالح يبعد الكرة، كرة بالوسط، لاعب سيدريك عيدها هذه المرة إلى اليسار لحسام، كرة راجعة من ميدراندا لأكرم رحيم، لاعب اللي سبق اللاعب لنفط ميسان. الانطلاقة الآن عالية الكرة وتصل للحارس علي رمضان. إذا مباراة المرحلة الأولى ما بين الفريقين انتهت لديالا 3-0 بقرار اتحادي. الكل يعلم ديالا قادم من خسارة من الزوراء 0-2، موصل تعادل مع النفط سلبيا بالجولة الماضية. عالية الكرة، جوستن ميدراندا، التماس الآن لعلاء مهاوي، تجربة مع الزوراء مع الشرطة بالنسبة لعلاء، التمرير مع أنس لاعب للزوراء، قطع للكرة،
كان بالصورة أكرم رحيب. التماس الآن لديالا. إبراهيم تانديا قريبة جدا لا زالت كرة، لا زالت لحسام. ابعاد من الصالحي. الانطلاقة من هناك من سامر. 3 أهداف لسامر لاعب نفط الوسط السابق. سجل على الكرك والميناء وزاخو. انطلاقة الآن المحاولة. هذا عمر عبد الرحمن لاعب الكرك السابق. تمرير الآن المحاولة لكن طالت على اللاعب سيمون. أنس لبومال. تغيير إلى الجهة اليسرى. الانطلاقة الآن كرة راجعة لعلي رمضان. ديالا عاشر الترتيب ب 41 نقطة، حقق 11 انتصار، 8 تعادلات، 11 خسارة. فريقين ترى خسروا 11 بالنسبة لديالا وللموصل. كرة بالوسط. محمد محسن لعب الكرة تصل للكاميروني بومال. بومال التغيير إلى الطرف الأيمن. قراءة الممتازة من حسام. الموصل حسام كاظم. تمرير مع عمر عبد الرحمن. كرة بساحة لعب فريق ديالا. عملية تحضير أكرم. تمريرة بلا عدوان إلى ركلة مرمى. موصل 37 نقطة، 9 انتصارات، 10 حالات تعادل، خسر 11 مرة بالنسبة لفريق الموصل. هذا الدولي السابق كان بالصورة على مهاوي، وهنا على آخر لكن هداف السوري علاء الدين الدالي. طبعا لعب لنفط ميسان ولعب للقرمة. بالنسبة لعلاء الدين الدالي 14 هدف في دورينا، بينما هنا 5 أهداف للواضح بالصورة. أيمن الصفاقسي. عالية الكرة تقطع الآن. طبعا الموصل بأفضلية بالعدد. معاناة لديالا طبعا بعد طرد علي خالد. راجع الكرة جوستن ميدراندا. حاول لاعب ثامر الصالحي التونسي. 3 أهداف لثامر على النجف ونفط ميسان والزوراء. هذا أنس مالك لعب للزوراء، بينما هنا خبرة حسام. عمر يلعب الكرة من هناك. راجعة هذه المرة. تمرير بصيرو يلعب الكرة. المحاولة والقطع إلى أنس. راجع الكرة لتانديا. الانطلاق الآن بالوسط. محمد التغيير إلى الجهة اليسرى. مقتدى يحاول بالكرة يعيدها. راجعة مرة أخرى لعلي رمضان. منع هدف موصلي أول بإبعادة للكرة. كرة بالوسط. الراية والتسلل. محمد كامل بكالوريوس تربية رياضية، صاحب 30 سنة، هو حكم منذ عام 2016. أدار مباراة واحدة للموصل مع النفط، المباراة اللي انتهت الموصل بال2-1. انطلاق الآن بومل يبعد الكرة. تماس الآن
تماس للموصل الألماني روبرت، حاول يلعب الكرة، طبعا جاء من الدوري التايلندي. ميدراندا بالوسط، بصيرو، سيمون مع عمر، راجع الكرة لأكرم، أكرم رحيم، تمرير الآن، طبعا هدف لأكرم رحيل على أربيل والنجف. سامر حاول من الجهة اليمنى الموصل ميديراندا، عملية تحضير تدوير بالكرة بالنسبة للموصل. سيمون قريب، لا وجود لخطأ. الصالحي حاول يلعب الكرة، راجعة مرة أخرى مع أكرم، تمرير إلى اليسار، حسام عيد الكرة، ميديراندا من هناك لسيدريك، تحضير مع سامر وتصل لعلي رمضان. محاولة كانت جيدة. هذا أيمن قريب، أيمن محمود باللقطة الماضية، عرض مباشرة والخطأ لإبراهيم تانديا لاعب القادم من مالي. 4 أهداف لهذا اللاعب. غراف طلب نوروز والكرت. حرة مباشرة لديالا، لاحظ الخطأ على حسام كاظم. حرة مباشرة بمكان جيد. تانديا عالية الكرة والابعاد من علي كاظم قطفان حارس المرمى. تعود مرة أخرى، تقطع، تمرير إلى اليسار، الموصل عمر، تمريرة، محاولة خطيرة 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 لجابر، والقطع هذه المرة من مقتدى حسن. عنده هدف على نفط ميسان، مدافع نادي ديالا، وحرة مباشرة لنادي ديالا. قطع على الكاميروني سيدريك، هدفيا على اربيل والنجف لهذا اللاعب. اخر 4 مباريات للموصل و4 حالات تعادل. تعادل مع امانة بغداد ونفط ميسان واربيل والنفط. يعني اخر 4 مباريات للموصل لا يفوز ولا يخسر، التعادل. كان بالصورة علي كاظم قطفان حارس مرمى نادي الموصل. انطلاق الآن أنس مع الصفاقسي، تقطع الكرة سيمون، الكسندر سيمون، والخطأ. هذا اللاعب السوري، طبعا لعب بالدوري السويدي والدوري الصربي، بينما كان بالصورة أيمن صفاقسي. غيابات ديالا الحارس وسام محمد، الشاب الصالحي، مصطفى مؤيد، بينما غيابات الموصل مهدي هاشم ورامي وعثمان. وسام كاظم يلعب الكرة بالوسط، أكرم رحيم، تغيير إلى اليمين، سيدريك عيد الكرة مع الألماني روبرت باول، هذه المرة إلى ميدراندا. عملية تمرير والمحاولة، عمر بصيرو في صراع وقريب، حرة مباشرة والخطأ، هذه المرة لنادي ديالا.
القوى الجوية يبقى بالصدارة ب70 نقطة، الشرطة ثانيا 64، أربيل ثالثا ب60 نقطة، والطلبة 58 نقطة. هذا السوري علاء الدين الدالي. من هناك سامر عيد الكرة مع سيدريك لأكرم، موصل تمرير مع سيمون إلى الجهة اليسرى. حسام كاظم ينتظر، راجعة من عمر عبد الرحمن لعلي كاظم. روبرت باول لعب الكرة، أكرم تمرير مع سيمون، الموصل بساحة لعب فريق ديالا. تمرير الآن الكولومبي ميدريندا لحسام، عالية الكرة، المحاولة الدالي حاول، حكم قريب يشيل استمرارية، ضغط بالسلامة بالسلامة بالسلامة، ضغط سيدريك للموصل، خطيرة، الله 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 الله، ضاعت على الموصل، محاولة خطيرة، كان ممكن عمر عبد الرحمن يسجل الهدف الأول، لكن ضاع. فرصة خطيرة، حاول طبعا الحارس علي رمضان حارس مرمى دياله، لكن الرأسية وضاعت على نادي الموصل. فريقين طبعا، وعملية البحث عن النقاط الثلاث. يعني الفريقين ما حققوا هاي اللقطة الخطيرة. وهنا محمد محسن مع الدالي بهذه اللقطة، تترك للحكم محمد كامل. لكن هاي الكرة شوف سهلة جدا، ما تحتاج إلى القوة، فقط التوجيه، ضاعت على الموصل. التونسي يامن الزلفاني مدرب ديالا موسم ثاني مع ديالا، طبعا أشرف على تدريب الطلبة، معاه بالكادر التدريبي طبعا نجم الدولي السابق صادق سعدون، والعماني طلال خلفان، بينما مشبول مع اللاعب الدولي السابق محمد علي كريم وربيع عماد. مدير الفريق شعلان رعد بالنسبة للموصل، المشرف ياسر عيدان. حديث مع الفار، محمد كامل، هذه اللقطة الفار والقرار. محمد محسن بهذه اللقطة صعبة جدا، هذه اللقطة مرت بسلام على محمد محسن. علي رمضان، عالية الكرة والخطأ لديالا، حرة مباشرة لنادي ديالا. أنس مالك كان بالصورة. تانديا ديالا يحاول تمرير مع محمد محسن، راجع الكرة لأيمن محمود، حاول يلعب الكرة من هناك لمقتدى، طالت الكرة على مقتدى حسن. أيمن محمود طبعا هدفين على أمانة بغداد والقاسم. كرة بها الوسط، موصل عمر تمرير إلى الجهة اليسرى، حسام كاظم يلعب الكرة، التحضير هذه المرة مع اللاعب سيمون. عمر بصير يلعب الكرة من هناك لسيدريك، راجع للألماني روبرت باول
تمرير الآن حسام. ميديراند التغيير إلى الجهة اليمنى، المحاولة لاعب سيدريك تحضير، لكن التمرير الخاطئ، القطع من بومال الكاميروني. تانديا انطلاقة الآن، الهجوم لديالا. تانديا وإلى التماس، هذا إبراهيم تانديا. راجع الكرة، مقتدى مع محمد محسن إلى الجهة اليمنى. نهاوي على عالية وخطيرة لديالا، مرت متابعة من هناك وإلى ركلة مرمى. هذا إبراهيم تانديا، ركلة مرمى. لاحظ للموصل هذه اللقطة تقديرها مراقب الخط، حكم المساعد. انتصارات الموصل التسعة كانت بال1-0 على الكهرباء، فاز 2-1 على النجف والنفط والميناء. النجف مرتين طبعا، والكهرباء 2-0 على زاخو، 3-0 على أمانة بغداد. لكن هو خسر بال3-0 بقرار الاتحادي امام ديالا، وفاز بال3-2 على نادي القاسم. بالنسبة لنادي الموصل سيدريك كان بالصورة، التماس الآن. مقتدى يلعب الكرة، الانطلاقة من بومال، لكن الألماني روبرت. التماس الآن، هذا مقتدى قدم موسم جيد، اللاعب الصناعات الكهربائية. إلى اليمين سيدريك تحضير مع بصيرو، عمرو بصيرو. راجع الكرة، عملية التحضير والإعداد للهجمة. موصل حسام، تمرير راجعة لحسام. أكرم رحيم لاعب الارتكاز. سيمون تمرير من هناك، سيدريك سامر يمر بشكل ممتاز، محاولة ولكن القطع هذه المرة إلى التماس. سامر محسن، التماس الآن لإلكسندر سيمون. سيدريك المحاولة للموصل قريبة جدا، والكرة إلى ركنية، ضغط من الموصل. ذكر ديالا يعاني بعد حالة الطرد بالدقيقة 2 من عمر اللقاء. طرد اللاعب طبعا علي خالد ب10 لاعبين ديالا. الركنية الآن، موصل اللعب عالية، أكرم قريب بعاد من الدفاعات. اللعب الخط من سيدريك و لاعب الكاميروني سيدريك نجاه. لاحظ بهذه اللقطة والخطأ لنادي ديالا. ديالا الانتصارات ال11 كانت بال1-0 على النجف، الكرخ، النفط، نفط ميسان، 2-1 على أمانة بغداد وزاخو والكهرباء، 2-0 على الكرخ
3-0 على نادي القاسم، وبنفس النتيجة على الموصل بقرار اتحادي 4-0 على نادي القاسم. ديالى تعادل 8 مرات ولم يتعادل سلبيا 8 مرات بالواحد مع الطلبة، الغراف، والقرمة، الزوراء، نفط، ميسان، أربيل، ميناء، ونوروز، وخسر 11 مرة. ديالى خسر 11 والموصل أيضا خسر ب 11 مرة. يامن الزلفاني مدرب التونسي مدرب ديالى، موسم ثاني مع ديالى، تحدث عن أهمية هذا اللقاء. مناسبة ترى التونسي يامن الزلفاني المدرب مع 5 مدربين آخرين لم يشمل التغيير، أكثر من يعني الأندية غيرت. اعتقد البطاقة الصفراء على أيمن الصفاقسي بداعي الاعتراض. أكرم رحيم قطع ابن الشهاب، راجع الكرة، أو ثامر الصالحي، حرة مباشرة والخطأ. لاحظ بهذه اللقطة كان الاحتكاك مع سيمون الكسندر اللاعب السوري بالسلامة. أيمن يلعب الكرة إلى اليسار، بومال عالية، محاولة قريبة جدا وتصل للحارس علي كاظم. علي كاظم أمامية، موصل، الدالي قريب، قريبة جدا، عمرو بصيرو إلى التماس. هذا اللاعب اللي اشترك سامر الصالحي التونسي. مدرب يامن الزلفاني قلنا مع 5 مدربين حافظوا على مراكزهم بقيادة الكوادر الفنية، مع رشيد جابر القوى الجوية، مع مؤمن سليمان الشرطة، مع باسم قاسم لنادي أربيل، مع عادل نعمة النفط، ومع الأيمن الحكيم مع نادي الكرم. 6 مدربين ما غيروا منذ بداية الموسم، وإلا 14 نادي غير مدربين، وبعض الأندية يعني وصلت إلى 4 إلى 5 مدربين في هذا الموسم. علي كاظم إلى التماس، كرة اللعب، حاول الآن تمرير الآن لعمر بصير، لكن القطع هذه المرة الانطلاقة نهاوي قريب، بدراندا، وحرة مباشرة والخطأ لنادي الموصل لعمر عبد الرحمن السلامة. حرة مباشرة، محمد محسن كابتن نادي ديالى، هاي البطاقة كانت لأيمن الصفاقسي، بطاقة صفراء بداعي الاعتراض. سيدريك حاول بالكرة لعمر، تدخل، هذا اللاعب بومال مع محمد محسن، تقطع الكرة من سيدريك، كرة بساحة لعب فريق نادي ديالى. محاولة الآن تمريرة، الألماني يعيدها روبرت لعلي، حسام كاظم، التغيير إلى اليمين من أكرم،
سامر يحاول، لكن التغطية من مقتدى حسن إلى التماس. تماس للموصل، داخلين على الدقيقة 35. يا من تتابع العراقية الرياضية في كل مكان، حبايب تعادل سلبي بين ديالا والموصل. مباراة لحساب الجولة 31 من دوري نجوم العراق 25/6. لاحظ التألق كان من علي رمضان حارس مرمى ديالا بهذا الإنقاذ لكرة هداف الموصل السوري علاء الدين الداب. كرة اللعب محمد قريب إلى التماس. هذا الكاميروني بومل، كرة اللعب ديالا يحاول الآن محمد كامل، خطأ. أو الراية والتسلل. كرة اللعب من هناك للموصل، سيدريك سيمون، تغيير إلى الجهة اليسرى، قطع من على مهاوي للتماس لنادي الموصل. هذا مهاوي، طبعا ديالا أقدم تواجدا في الدوري العراقي الممتاز، على اعتبار الظهور الأول كان في موسم 75-76. بينما الموصل أول ظهور في 82. تعزوها كرة خطيرة، عمرو بصيرو راجعة والتسديدة العراق 3 مرات. هذا الكولومبي جوستن ميدراندا عنده هدف على الكرخ وبالسلامة. سلامة لثامر الصالحي. لاحظ المحاولة، بداية من عمرو بصيرو، ولكن الكولومبي ميدراندا محمد كامل صغير، وبداعي بطاقة صفراء لعلي رمضان، بداعي التأخير. حارس مرمى نادي ديالا موعدهم الحارس الأساسي وسام محمد يغيب بداعي الإصابة. علي رمضان أمامية لديالا قريبة جدا. محمد محسن قطع للكرة من هناك لسيدريك الكاميروني، عيدها لروبرت باول، تعود لقطفان، علي كاظم قطفان، تغيير الى الجهه اليسرى، حسام، التمرير والانطلاقه والتماس، قطع من سامر،
صالحي، راجع الكرة للموصل، تمرير الآن الألماني روبرت، قريبة جدا، من هناك محاولة حرة مباشرة ولا خطأ لمقتدى حسن. أول لقاء جمع الفريقين في موسم 92 كانت 2-2 الموصل عن طريق محمد فتحي وفارس إدريس، بينما علي حسن لديالة وحيدر نافع. طبعا هناك أفضلية لديالة على حساب الموصل. ديالة فازوا ب5 لقاءات مقابل لقاءين للموصل، والتعادل حضر 7 مرات. كرة خطيرة، سامر الموصل قريبة جدا، التمرير راجع لي سيدريك، حاول اللاعب سيمون عالية، كرة خطيرة الدالي، لكن القطع مرة أخرى والخطأ. حرة مباشرة لنادي ديالة، خطأ على سامر محسن لاعب الموصل. تعادل سلبي ما بين الفريقين، 4 دقائق على النهاية. بعض اللقطات حرة مباشرة، أمامية الكرة، أنس يحاول، إبراهيم تانديا وحرة والخطأ. أكرم رحيم قريب، تانديا لاعب القادم من مالي من أفريقيا. هذه اللقطة تعتبر لمسة يد على إبراهيم تانديا. كرة اللعب، سيدريك تمرير مع سامر، الانطلاقة لكن التغطية حاضرة، وحرة مباشرة والخطأ على سامر محسن. الموصل لم يستثمر طبعا حالة الطرد والنقص العددي لديالة في هذا الشوط بعد طرد اللاعب علي خالد في بداية اللقاء. علي رمضان أمامية الكرة، حاول علي كاظم يبعد الكرة، تماس لي ديالة، بومال حاول بالكرة، التسديدة حلوة رائعة من اللاعب مقتدى حسن، لاحظ من بعيد علت العارضة بقلب، حلوة من نادي ديالة. ميدراندا من هناك للألماني روبرت سيدريك، حاول يلعب الكرة مع أكرم رحيم، لاعب الارتكاز، لاعب اللي يصنع التوازن في منطقة الوسط. سيمون تمريرة الانطلاقة من هناك
لكن التغطية حاضرة من أيمن. محمود بالوسط، تمرير محمد محسن يلعب الكرة، الانطلاق الآن الصفاقس، لكن طالت على أيمن صفاقس. سنلعب في الوقت بدل الضغط لشوط المباراة الأول. الراية والتسلل على ديالة. أكرم بصيرو حاول بالكرة، راجعة هذه المرة ميديرندل، تغيير إلى الجهة اليمنى من هناك للألماني روبرت كاميروني. سيدريك حاول بالكرة، التمرير الآن. أكرم يلعب الكرة إلى اليسار، موصل حسام، راجع الكرة، 4 دقائق وقت بدل ضايع، إلى الجهة اليمنى. سيدريك خطيرة، الله، الدال 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 علاء الدين الدالي للموصل برأسية جميلة. أول للموصل، أول لأبناء الحدباء عن طريق علاء الدين الدالي. الدالي يصل إلى هدف ال15 بدورنا، علاء الدين الدالي. لكن شوف الله، من كاميروني لسوري وما يكذب خبر، برأسية جميلة عن طريق السوري علاء الدين الدالي للموصل بديالة. هدف رائع برأسية للدالي. الدالي وضع الموصل في العلالي. الدالي يتقدم بهدف أول للموصل. الدقائق القادمة والشوط الثاني راح نشوف مباراة مثيرة. سجل بال45 زائد 1. هذا علاء الدين الدالي السوري. كرة اللعب، سيدريك، أكرم، تمريرة، الدالي حاول بالكرة، قطع هذه المرة. بومال، محمد، مقتدى، عيد الكرة لأيمن محمود، أمامية من الحارس علي رمضان. هذا علي رمضان حارس شاب التونسي. يامن الزلفاني يتأخر أمام الأردني هيثم الشبول، لكن رجل الشوط الأول واضح بالصورة علاء الدين الدالي. ميدراندا عيد الكرة، علي كاظم من هناك مع السدرك، روبرت، كولومبي، جوستن، ميديراندا مع سيمون، تغيير الى الجهه اليمنى. سيدريك محاولة قريبة وحرة مباشرة والخطأ. اعتقد شوط المباراة الأول خلاص بهدف لهذا اللاعب. الموصل يتقدم بهدف على ديالة عن طريق علاء الدين الدالي. لاحظ التدخل مع سامر الصالحي. وأذكر ديالة منذ الدقيقة 2 يعاني بعد طرد اللاعب علي خالد ب10 لاعبين. أعتقد خلاص أمامية الكرة، محاولة
راجع الموصل، وصافرة الحكم محمد كامل تنهي أحداث شوط المباراة الأول. الشوط الأول ينتهي بتقدم الموصل على حساب نادي ديالى بهدف لعلاء الدين الدالي. لنا عودة بعد فترة الاستراحة، إلى اللقاء. يلعب على عبد الامير المتقدم، على عبد الامير يلعب الكره العاليه، ثقون يبحث عن الراسيه والابعاد من علي خالد، المتابعه من علاء سعد، على تصويبه، جول 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 جول. علاء سعد يجلب السعد لفريق نفط ميسان، لفرسان المملكه، لابناء العماره، بعد استلام ومتابعة الكرة والإبعاد الذي لم يكن بشكل مثالي من الحارس علي خالد. وعلى سعد صوب بقوة ليسجل أول هدف اللقاء في الدقيقة 56. شاهدنا الخروج من علي خالد، وكانت هناك مضايقة ومزاحمة من فقار، وعلى سعد استلم الكرة وسدد بقوة، كانت صعبة جدا على علي خالد. شاهد علوه، الله يا علاء على هذه التصويبة، تصويبة قوية جدا في سقف المرمى. هنا الكرة المشتركة الأخيرة، هل هناك عودة للفار؟ شاهد شاهد شاهد، نعم، في سقف المرمى من علاء سعد، من هذا الأشول، من هذا اليساري، صاحب التسديدات القوية والقوية جدا. علاء سعد يجلب السعد ويتقدم، ما زالت مع السنغالي، السنغالي إلى نسيم صيود. خلاص 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 خلاص، ابن تونس النصر التونسي يأتي بالهدف الثاني لفرسان المملكة. النصر التونسي يطير هنا في العاصمة بغداد، النصر التونسي يسجل الهدف الثاني القاتل. شاهد داوودة كيف حافظ على الكرة وتمريرة جميلة، هل كان متسلل أم لا؟ لكن هنا الهدف الجميل في الزاوية الصعبة على علي خالد. شاهد 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 كيف لعبها بالزاوية الصعبة من نسيم صيود، يضع كرة الهدف الثاني. وهنا نسيم صيود له للعمارة معلميه للعمارة على الدبكة الجميلة، دبكة العمارة الجميلة، ونسيم صيود على طريقة أهل العمارة يحتفل بهذا الهدف الثاني. وهنا شاهد حسرة نهاد محمد، واحمد كاظم يطلب من مصطفى محمد الرجوع، تلعب من احمد عايد، هنا الراسية، جول 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 جول. ياسر ناجي يسجل الهدف الاول، يقلص النتيجة. احذروا الكهرباء بعد الدقيقة 90، سابع هدف لنادي الكهرباء بعد الدقيقة 90، أو الهدف الثامن، نعم الهدف الثامن لنادي الكهرباء بعد الدقيقة 90. أفضل فترة لتسجيل الأهداف بالنسبة لنادي الكهرباء وبعد الدقيقة 90، حيث سجل 7 أهداف، وهذا هو الهدف الثامن عن طريق ياسر ناجي الذي يقلص النتيجة. هل هناك عودة للكهرباء؟ أمير يلعب الرمية الجانبية، محاولة الإبعاد، أحمد عبد الرضا، دخلنا الدقيقة الثالثة، علي خالد
ماذا تفعل؟ جول! هدف قاتل، هدف قاتل. فريق نفط ميسان يسجل هدف قاتل في الدقيقة 13 بعد الدقيقة 90. فريق نفط ميسان أيضا يسجل بعد الدقيقة 90، يسجل هدفه الرابع في هذا الوقت بعد الدقيقة 90. أحمد عبد الرضا بعد غياب طويل من المشاركة يدخل ويسجل هدف بطريقة فيها الكثير والكثير من الاستغراب والاستفهام من حارس المرمى علي خالد الذي أبعد كرات خطيرة لكن يفشل بمسك الكرة. عبد الله الى الامام، نقلها المنتظر عبد الامير، منتظر حاول، منتظر والمرور والتوغل والدخول والمحاوله والتمرير والهدف الاول لامانه بغداد. هدف اول لاسود العاصمه بانطلاقه وبمجهود فردي من منتظر عبد الامير، يخترق وينطلق، لا يريد ان يبتعد كثيرا عن التسجيل او الصناعه. نعم، حضر وسجل في المباراه الماضيه وبثنائيه من خلالها ارتقى بالفريق وانتصر، والآن يمر ويخترق ويصنع ويمرر. برو فلافيو الأنغولي يحتفل نعم مع مواطن بيدرو أمور، وبالرقصة التقليدية الأنغولية يحتفلون وبسعادة غامرة. برو فلافيو يسجل رابع أهدافه في الدوري. سيدريك ناكا هذا هو منتظر، هذا هو المصدر، هذا هو الممرر، هذا هو المنطلق، وبمجهود كبير له 85% من الهدف، 85% من الهدف. الانطلاق من امام علي لطيف والمرور والاختراق والتمرير والهدف الاول لمصلحة نادي امانة بغداد، والمرور والعبور وتسجيل اول اهداف المباراة. امامية، محاولة عرضية، متابعة رأسية، الله الله، نسور الحدباء وبراسية دحام إبراهيم يعود بالنتيجة، يتمكن من تعديل النتيجة وبراسية رائعة على مرتين في شوط المباراة الأول. كانت مباراتهم، كانوا هم الأقرب للتسجيل، ولكن تغير كبير في شوط المباراة الثاني، تراجعوا. ولكن تحدثت وقلت بأن الفريق يقترب من التعادل، يقترب من التسجيل، واقترب وسجل دحام إبراهيم على مرتين بمحاولتين من روش بونينغ. جاءت الأولى نعم أو علاء الدين الدالي، علاء الدين الدالي بكرة وتمريرة أمامية، علاء الدين الدالي أسيست رأسية، ومن هناك دحام إبراهيم يقتلع من هناك هدف التعادل ويقتنص هدف أول لفريق نادي الموصل في هذه اللحظات بعرضية متقنة على رأس اللاعب علاء الدين الدالي، ومن هناك يودع دحام إبراهيم بهدف التعادل. كرة اللعب خطيرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة، محاولة، فرصة، جول! جول أول يأتي في المباراة. الله 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 الله، كنت أتحدث عن جاهزية نوروز وعن أسماء نوروز. الآن يسجل أبناء السليمانية هدف أول يقص شريط الأهداف بهذه اللحظات لمصلحة نادي نوروز. جول يأتي لمصلحة أبناء السليمانية. راستوكو فريق يسجل بهذه اللحظات هدف لمصلحة نادي نوروز في الدقيقة 60 بعد ساعة مرت من عمر هذا اللقاء. هذه الكرة العرضية وراستوكو فريقه على تسديدة قوية وسكنها في شباك مرمى نادي النجف. لاحظ هذه الكرة وهنا التسديدة لراستوكو، وبكرة كانت قريبة على حارس المرمى ليسجل نادي نوروز الهدف الأول. يقص شريط الأهداف أبناء السليمانية. خطيرة لمصلحة نادي النجف، هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بالراس، هذه خطيرة، محاولة، جول! الله 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 الله،
عادت الغزلان إلى صولاتها الموحودة. يسجل رضا فاضل بهذه اللحظات. الله الله الله، النجف يبحث عن هدف. جاء الهدف لنادي النجف. الله على كرة عرضية، والله على كرة جميلة. وهنا رضا فاضل يسجل، يعدل النتيجة، يدون الآن بهذه اللحظات هدف التعادل. 1-1 ولا واحد أفضل من واحد. يسجل النجف هدف التعادل. أيمن لوي بمواجهة جومان أحمد. أيمن يتقدم. عاد النجف، عادت غزلان البادية إلى صولاتها. سجل النادي النجف الهدف الثاني. جول ثاني اعتلان لمصلحة نادي النجف. فرحة كل جمهور النجف في المدرجات وكل من يتابع المباراة خلف الشاشات. هدف بهذه اللحظات يأتي الآن لمصلحة نادي النجف. الحارس في جهة والكرة في جهة. يسجل النجف ويقلب النتيجة. ليونيل أتيبة الأسد الكاميروني والتركيز العالي أمام الشاب الموهوب ليث ساجد. ليونيل أتيبة، الله، هدف أول للقيثارة، هدف أول للشرطة. عزفت القيثارة وصلحت الأوتار على أنغام المجد، وهدف أول من علامة الجزاء. الأخضر هنا، القيثارة هنا، وجماهير الشرطة على المدرجات. تنتشر الأفراح بأقدام ليونيل أتيبة، بأقدام الكاميروني ليونيل أتيبة. شوف بالإعادة كان قريب ليث ساجد رغم أنه تقدم. أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، أجدد التحية معكم ويسرني أن أنقل لكم شوط المباراة الثاني لمباراة ديالى والموصل، طبعا لحساب الجولة 31 من دوري نجوم العراق موسم 25-26. لمن التحق بنا الآن الشوط الأول انتهى بتقدم نادي الموصل بهدف عن طريق علاء الدين الألدالي.
على ما يبدو الموصل ومدربه هيثم الشبول المدرب الأردني بنفس الأسماء، ويلعب على يسار الشاشة بالأبيض الموشح باللون الأحمر علي كاظم قطفان بحراسة المرمى. هناك حسام كاظم لاعب سيدريك الألماني روبرت، وكذلك ميدراندا الكولومبي. يتواجد أيضا السوري سيمون، عمرو بصيري، أكرم رحيم، سامر محسن، عمر عبد الرحمن، وهداف الفريق علاء الدين الدالي. بينما السيد يامن الزلفاني يجري تغيير بخروج التونسي أيمن صفاقسي ودخول تونسي آخر هو اللاعب بركات حميدي. ديالا باللون البرتقالي والأبيض على يسار الشاشة. والهجوم الآن محاولة من سامر، عملية تحضير خطيرة، عمر قريب، تمريرة مرة أخرى الدالي وخطيرة إلى ركلة مرمى. مدرب الديالة التونسي يامن الزلفاني يلعب بعلي رمضان بحراسة المرمى. هناك مقتدى حسن، تامر الصالحي، علام هاوي، أيمن محمود بالدفاع، بركات حميد، محمد محسن، بومل، إبراهيم تانديا، وأنس مالك. ذكر طرد طبعا لديالة في بداية اللقاء، ومنذ الدقائق الأولى كان طرد لعلي خالد. الهجوم الآن حاول لاعب بركات، تقطع، عمر يلعب الكرة راجعة هذه المرة، كرة اللعب، لاعب روبرت بالوسط، سيمون للاعب سيدريك، تمرير الآن إلى اليسار، حسام مع بصيرو لأكرم، السوري سيمون، الكسندر سيمون يلعب الكرة، عملية تمرير هذه المرة لسيدريك، أكرم قريب مع سامر محسن، راجع الكرة للموصل، تغيير على الجهة البعيدة إلى اليسار، حاول بالكرة بالبرة الثانية، عمر قريب حصل الكرة بالوسط، عملية تمرير، سيمون مع اللاعب سيدريك، راجع للألماني روبرت، باول، ميدراندا من هناك لأكرم، بصيرو إلى اليمين، سيمون، موصل، محاولة التمرير، الدالي لكن تصل لعلي رمضان. هذا علاء الدين الدالي صاحب الهدف الوحيد باللقاء. تمرير الآن بصيرو مع سيمون لسيدريك، راجع الكرة، روبرت قريب لأكرم، حسام يلعب الكرة، محاولة الآن التمرير، عملية تحضير، محاولة وإلى الركنية. الركنية القطع كان من اللاعب الكاميروني بومل مايجا. ركنية الآن للموصل. آخر 4 مباريات للموصل التعادل، طبعا مع أمانة بغداد، نفط ميسان، أربيل والنفط. حاول كسر عملية التعادل وتحقيق انتصار على حساب ديالة في ملعبه. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، ابعاد من علي رمضان،
راجع الكرة، ركنية الآن. كولومبي حاول بالكرة على جوستن ميداراندا، ركنية لنادي الموصل. أكرم قريب، تنفيذ عن طريق الخبرة حسام كاظم. الموصل تلعب الكرة عالية وابعاد من علي رمضان، راجع الكرة عمر قريب، ميداراندا يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء وابعاد من علي، الراية والتسلل. لاحظ المحاولة، كرة تعود، عمر قريب، سيمون، الكسندر سيمون، تمرير الآن إلى التماس. بومال قريب والصراع، تانديا حرة مباشرة والخطأ، خطأ على إبراهيم تانديا لاعب المالي. محمد كامل يدير مباراة جيدة لغاية الآن. كل مباريات ديالا على ملعبه فيها أهداف، ما عدا المباراة اللي طبعا خسرها بال0-3 بقرار اتحادي، كانت أمام الميناء، خسرها بقرار اتحادي، وفاز بقرار اتحادي على الموصل بال3-0. كل مبارياته فيها أهداف، يعني هاي المباراة 14 لديالا على ملعبه، فيه 13 مباراة. بالنسبة لديالا فاز 4 مرات، 3-0 على القاسم، 1-0 على الكرك نفط ميسان والنفط، تعادل 5 مرات ديالا، وتعادل بال1-1 مع اربيل، الزوراء، الغراف، قرمو، نوروز، وخسر 4 مرات. يعني من الميناء 0-3 قرار اتحادي، 0-1 من القوى الجوية، 0-2 من الكهرباء، و1-2 من النجف. طبعا ديالا سيضيف الطلبة وأمانة بغداد ودهوك على ملعبه في المباريات القادمة. بصيرو يلعب الكرة، انطلاقة حسام خطيرة للموصل، والإبعاد هذه المرة من مقتدى حسن. علام هاوي مع مقتدى وثامر الصالحي وأيمن بن محمود بخط دفاع ديالا. هذا سيدريك يحاول، قريبة جدا، ثاني للموصل، ثاني لأبناء الحدبة، ثاني للدالي، علاء الدين الدالي، وثاني أهدافه بمرمى ديالا، وصل إلى هدفه رقم 16 لغاية الآن. هو تساوى الآن مع كوكو، الله، سيدريك بنفس طريقة الهدف الأول. أيضا المناولة كانت من سيدريك، كمل عليها الدالي. محمد محسن بورقة أخرى سيترك المباراة. ثاني الأهداف للموصل بمرمى ديالا، علاء الدين الدالي، لكن يبقى بصدارة الهدافين الأوزبكي تيميروف 23 هدف،
بعد ذلك ب 17 أتيبا، ثم ب 16 كوكو، والدالي يصل إلى هدف رقم 6. هدف رائع بنفس طريقة الهدف الأول، يعني بالشوط الأول أيضا التمريرة كانت من الكاميروني سيدريك. ثاني الأهداف للموصل، طبعا عودة إلى ملعب ديالا بالنسبة للموصل. آخر مباراة في ملعب في ديالا بال 2010 كانت بال0-0، لكن كل مباريات ديالا على ملعبه بها أهداف. اشترك ياد عابد فرحان كبديل لمحمد محسن. مقتدى يلعب الكرة، ذكر ب10 لاعبين نادي ديالا. أنس يلعب الكرة، لا بومال، بركات ينطلق، بركات اللاعب التونسي، بومال يحاول تمرير الآن، تانديا ديالا، تانديا، المحاولة الخطيرة والإبعاد من الدفاع إلى التماس. هذا على مهاوي لاعب الدولي السابق. على يلعب الكرة مع اياد، حسام يقطح، تلاقى من الدالي، عمر حاول بالكرة، تقطع الآن بالوسط. مقتدى يحاول، بركات، وطالت الكرة، ركنية الآن لديالا، إبراهيم، تانديا عالية داخل منطقة الجزاء، والمسك هذه المرة من علي كاظم. علي كاظم قطفان، الصورة أيمن بن محمود لاعب التونسي. طبعا الموصل والعودة إلى الدوري النجوم بعد غياب 14 سنة تحسب طبعا للمدرب جاسب سلطان لإعادة الفريق إلى دوري النجوم. عملية تمرير، محاولة لكن تصل لعلي كاظم. هيثم شبول طبعا مع الدولي السابق قلم محمد علي كريم. انسجام واضح ونتائج جيدة نوعا ما، أبقوا الفريق وضمن الفريق البقاء. محاولة الآن بنسبة كبيرة بالنسبة للموصل، لأن 40 نقطة يعني بالحسابات نتيجة وحصيلة جيدة. حسامي يبعد الكرة، لكن لغاية الآن ربما هناك عودة لديالا. ثامر الصالحي عيدها، علي رمضان بالوسط، بومال قطع للكرة، بصيرو، عمرو بصيرو، مرور ممتاز
الانطلاقة من هناك. الدالي 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 الدالي، الله بالقائم، لكن الراية والتسلل. السوري علاء الدين الدالي في مباراة كبيرة، هدفين وحاول على الثالث، لكن الراية. الله لاحظ دالي والقائم، لكن قبل ذلك كان التسلل. ساعة من اللعب، 60 دقيقة. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، تقدم للموصل بهدفين مقابل لا شيء لديالا. أهداف الموصل سجلت عن طريق هدافهم طبعا علاء الدين الدالي. تمرير الآن بصيرو، تحضير، انطلاق الآن عمر عبد الرحمن، حاول عمر، حاول موصل والتسديدة، لكن إلى ركلة بر. خطيرة كانت الكرة من الغاني عمرو بصيرو. ده هدف على أمانة بغداد هذا اللاعب. خطيرة، علت العارضة بقليل. موصل بعد 4 حالات تعادل، حاول الانتصار بهذا اللقاء. علي صادق يشترك، بومال ترك المباراة، اشترك علي صادق واشترك أوباري. علي صادق وكولينز أوباري، بينما بومال وتانديا هم اللي تركوا المباراة. كولينز أوباري، لاعب الغاني، 3 أهداف لكولينز، ده هدفين على القاسم وعنده هدف على القوة الجوية. تمرير الآن سيدريك، أدوار دفاعية وهجومية ممتازة، صنع هدفين للدالي. علي صادق علالي لاعب الزوراء، لكن الدالي وضع الموصل في العلالي بالسلامة. بطاقة صفراء هذه المرة. البطاقة الصفراء عصبي جدا. صادق سعدون مع يامن الزلفاني، لاحظ بهذه اللقطة. اعتقد بطاقة على مقتدى، بطاقة صفراء على مقتدى حسن لاعب ديالا. ناسب ديالا سيضيف الطلب والموصل سيضيف الغراف لحساب الجولة 32. بدأت الأسابيع الصعبة والساخنة. ترك المباراة لاعب سيمون، ومعين أحمد يشترك. معين أحمد لاعب النجف السابق، وسيمون الكسندر يترك المباراة. كرة لديالا عالية وتصل لعلي كاظم قطفة. علي يحصل الكرة،
اياد كان بالصورة، اياد عبد فرحان. سامر قريب قطع للكرة. 5 أهداف لاياد عبد فرحان، 2 على القاسم، اربين نوروز والنفط. مقتدى يبعد الكرة، تدخل بهذه اللقطة مع سامر محسن. سيدريك حاول يلعب الكرة، باقر عطوان يشترك. باقر عطوان مع معين، بدلالي سيمون الكسندر وعمر عبد الرحمن بتشكيل الموسم. عالية الكرة، باقر قريب حاول يحصل الكرة. سيدريك مرور ممتاز. الموصل تمرير مع أكرم رحيم، تغيير إلى اليسار. حسام من هناك، عمرو بصيري راجع الكرة. ميدراندا، الموصل تمرير الآن. حلالي يقطع الكرة. مقتدى يحاول مع بركات، انطلاقة التونسي بركات والقطع، هذه المرة من الألماني روبرت باول. لاحظ روبرت باور يقطع الكرة إلى الركنية. هذا الألماني. اياد ديالا رأسية لكن بعيدة، هذه المرة بعيدة كانت من ثامر الصالحي. طرد طبعا للاعب ديالا علي خالد بالدقيقة 2 من عمر اللقاء، أثر كثير على ديالا. وهدف الرائع كان، شوف التمريرة من سيدريك، والدالي ما يكذب خبر بهدف ثاني شخصي ويصل إلى هدف 16 بدورينا. علاء الدين الدالي لاعب القرمة ولاعب لنفط ميسان. حسام معين حاول يلعب الكرة. حسام قريب، تمرير الآن. بصيرو لسيدريك، خطيرة الكرة ومرت إلى ركلة مرمى. هذا الكاميروني سيدريك كينجا قدم مباراة ممتازة. انطلاقة الآن، حاول بالكرة. طبعا كان اياد عبد فرحان لاعب اللي اشترك بالشوط الثاني مع ديالا. علالي حاول يلعب الكرة، تقطع المرتدة الآن. الدالي مع معين. أكرم رحيم حاول بالكرة، أو باقر عيدها لأكرم. حسام، الموصل معين أحمد. حاول يلعب الكرة، لاعب روبرت. حسام من هناك، ميديراندا الألماني روبرت.
باقر قريب، تمرير الآن، ديالا وابعد للكرة، يعطي الادفانتج. باقر قريب الى اليسار، حسام عالية بعد من دفاعات ديالا، قريبة جدا. باقر عطوان شقيقة الدولي الكبير أمجد عطوان مع زاخو. سامر تمرير، الطرد أثر كثير على نادي ديالا، يعني أن تلعب 90 دقيقة أو أكثر بنقص عددي أثر كبير. هذا أنس مالك، اللقطة الماضية بركات حميدي، والخطأ للاعب الأبرز طبعا اللاعب السيدريك، لاعب الكاميروني، صنع هدفين وهو مسجل هدفين طبعا على اربيل والنجف. هذه اللقطة وحرة مباشرة لنادي الموصل. ربما الخسارة 12 لديالا، هو خسر 0-1 من دوك القوة الجوية، 0-2 الكهرباء والزوراء، 1-2 من الشرطة ونوروز والقوة الجوية النفط اربيل النجف، 0-3 من الميناء بقرار اتحادي. وقد يكون الانتصار العاشر للموصل ليصل إلى النقطة 40. إذا ما انتهت المباراة بهذه النتيجة سيترك المركز 14 ويكون بالمركز 11. انطلاق الآن من اليسار، هجوم الآن، معين تمرير وطالت الكرة إلى ركلة مرمى. حاول بالكرة الماضية عمرو بصيرو الغاني، سامر محسن حاول بالكرة، حكم يشيل استمرارية قريبة جدا. بصيرو من هناك، حسام ميديراندا، كرة خطيرة، ثالث 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 الدالي العقيد السوري، والهاتريك في مدينة البرتقال. الله، يدالي علاء الدين الدالي وصل إلى هدف ال17. الله يدالي، الله يا علاء. هاتريك، لكن شوف الله، سامر ما يكذب خبر، هاتريك للدالي للموصل. الله، ثالث للموصل عن طريق علاء الدين الدالي. حط 3 أهداف في هاتريك للدالي. هدف رائع، هاتريك للدالي، ويصل إلى هدف ال17. قطع للكرة، المحاولة الآن، تمرير،
كرة بها الوسط، الموصل 3. ديالا لا شيء. الخطأ. أمامية الكرة، ديالا، كولينز أوباري، ضاعت الكرة. حاول باقر مع أكرم. هذا العريس، هذا العريس، اي نعم، علاء الدين الدال رجل المباراة بهاتريك. اعتقد يعني اول ثلاثية للموصل بمرمى ديالا في الدوري الممتاز. ما فازوا على ديالا، لكن فازوا بال2-1 بال94 وبال93، لكن 3-0 اعتقد تحدث لأول مرة. 3-0 وبهاتريك لعلاء الدين الدال، وخسر بقرار اتحادي خالفت اللوائح. الموصل انطلاقه من بركات، لكن لا كانت مرمى بالمرحله الاولى. التغيير الان، ماجد عبد الجبار يشترك، سامر يترك المباراة، ولاعب آخر بصيرو يترك المباراة. عمرو بصيرو يترك المباراة. ماجد عبد الجبار يشترك، و لاعب آخر يشترك. محاولة الآن، لاعب الغاني أفوري، أوفوري يشترك. هذا حسام. الموصل ب3 أهداف. الانطلاق الآن من بركات، ديالا، تحضير، أوباري، كولينز قريب، حاول وبالدفاع. اعتقد اللاعب الكولومبي جوستن ميدراندا. هذا كولينز أوباري، لاحظ قوية جدا. اياد يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، ابعاد من علي كاظم. قطفان، باقر يلعبها لمعين احمد، معين التمرير، ماجد بعيد، ماجد عبد الجبار الى ركلة مرمى. علالي مع اياد تلعب الكرة، التمرير الان، أوباري قريب، حارس علي كاظم يبعد الكرة الى حسام. الدقائق الأخيرة،
التسع الأخيرة على عمر اللقاء. سيدريك الكاميروني أدى مباراة ممتازة. العودة صعبة لديالا، ولكن ليست مستحيلة، لكن صعبة جدا. معين تحضير، كرة تصل أوفوري من هناك، والراية والتسلل. الراية والتسلل، هذا حسام كاظم. موصل قدم مباراة ممتازة، وخدم أيضا النقص العددي بالطرد بالدقائق الأولى طبعا للاعب ديالا علي خالد. تمرير الآن، سيدريك لباقر، باقر عطوان، حاول بالكرة، راجعة للاعب الألباني روبرت. باقر تبرير، انطلاقة من هناك، طالت على معين أحمد. هذا باقر، أوباري، والخطأ على كولينز أوباري. ميدراندا بالسلامة. كولومبي ربما ما يكمل، عنده هدف على الكرخ. جوستن ميدراندا، هناك كولينز أوباري، هدفين على القاسم، وعنده أعتقد هدف على القوى الجوية. ارجع كابتن. هذا الغاني كولينز أوباري. دقائق أخيرة على عمر اللقاء. الموصل بهاتريك لعلاء الدين الدالي. عملية تحضير إلى اليمين، ماجد عبد الجبار، القراءة الجيدة، بركات حميدي حاول، القطع الآن علالي، أمامية الكرة، محاولة حرة مباشرة وخطأ لسيدريك. حرة مباشرة، طبعا الأردني هيثم شبول مدرب الموصل 15 مباراة، ادى 4 انتصارات، 2-1 على الميناء والنجف والكهرباء، 2-0 على زاخو، وتعادل 7 مرات، يعني تعادل مع النفط ودهوك والزوراء والقرمة، نفط ميسان، أمانة بغداد وإربيل، وخسر 4 مباريات، خسر من الشرطة والقوى الجوية والكرخ ونورو. إذا ما حقق الانتصار راح يكون انتصاره الخامس، ويصل بالموصل بطاقة صفراء طبعا لعلي كاظم حارس مرمى الموصل. اياد علالي قريب، معين احمد، قطع للكرة، اوفوري حاول، تقطع الان اوباري، ديالا، عملية التحضير، أنس يلعب الكرة
لعلالي علي صادق عيد الكرة. لاعب آخر ربما ميدراندا ما راح يكمل. الانطلاق الآن لعلاء الباحث عن ركلة جزاء، لكن الحكم محمد كامل شير بالاستمرارية. اعتقد اللاعب الكولومبي جوستن ميدراندا راح يترك المباراة لمحمد معن، لاعب دهوك لاعب النفط السابق، ربما سيشترك بتشكيل نادي الموصل. معين حاول، حرة مباشرة ولا خطأ؟ خطأ على معين أحمد. اي نعم، ميدراندا يترك المباراة لمحمد معن. 3 دقائق على النهاية وسنلعب في الوقت بدل الضائع. تقدم للموصل ب3 أهداف مقابل لا شيء لنادي ديالا. محمد معن لاعب نادي النفط لاعب دهوك يشترك الآن مع الموصل في الدقائق الأخيرة. موصل طبعا ينهي حالة التعادل ل4 مباريات، آخر 4 مباريات تعادل مع أمانة بغداد ونفط ميسان وإربيل والنفط ويحقق الانتصار. هذه اللقطة والبحث عن ركلة جزاء لعلاء الدين الدالي. أصبح وصيفا طبعا بصدارة الهدافين مع أتيبة ب17 هدف. الدالي يا ولد يا ولد يا ولد، الدالي علاء الدين الدالي بسوبر هاتريك، سوبر هاتريك لعلاء الدين الدالي. الموصل برباعية، اعتقد اول رباعية بدورينا هذا الموسم. علاء الدين الدالي برباعية سوبر هاتريك. الله الله الله، يا الدالي يا الدالي يا الدالي يا الدالي يا الموصل بهدف جميل. رباعية. الله الله الله، الدالي والدادة قبان الموصل وقبان هلا، والدادة قبان الموصل وقبان هلا يا الدالي. رباعية وأصبح وصيفا رسميا ب18 هدف. علاء الدين الدالي ينافس تيميروف الأوزبكي لاعب نادي إربيل ب23 هدف. 4-0 قاسية جدا. اي نعم، على ديالا أقصى خسارة لنادي ديالا وانتصار كبير للموصل. الموصل فاز 4-0، ما اعتقد اول فوز بال4-0. عالية الكرة والى ركلة مرمى. هو فاز بال3-0 على أمانة بغداد. ديالا خسر 4-0، ما اعتقد اول خسارة بال4-0 لديالا، وخسر 0-3 من الميناء بقرار اتحادي. نلعب في الوقت بدل الضائع. المباراة خلاص، موصل بال40 نقطة، ديالا يبقى 41.
قفز 3 مراكز الموصل، يعني أمن البقاء، أعتقد ذلك وبشكل جيد. انطلاق الآن، محاولة وركلة جزاء، ركلة جزاء لديالا، بنالتي لديالا. أوباري يقولوا ما أنا نفذ، كولينز أوباري. لاحظ الألماني باللقطة الماضية روبرت الألماني يقع بالمحظور. هل هناك اللقطة الماضية، هل هناك من عودة للفار؟ ننتظر القرار. ركلة جزاء الألماني روبرت وأوباري، والحكم محمد كامل بانتظار التأكيد. هل هناك بنالتي؟ هل هناك ركلة جزاء؟ 4-0 لغاية الآن رباعية للدالي للسوري. هل هناك ركلة جزاء؟ خلينا نشاهد، خلينا نتابع. بانتظار التأكيد هذه اللقطة واليد، هل ترتقي إلى ركلة جزاء؟ يبقى القرار لأصحاب القرار، الفار والقرار. الموصل والنقطة 40 ويصل إلى المركز 11 مؤقتا بانتظار مباريات الغد. ركلة جزاء إذن تم التأكيد. بنالتي مقتدى حسن لديالا، هل يسجل؟ علي كاظم قطفان بالمرمى، مقتدى حسن يتقدم، وهدف لديالا عن طريق مقتدى حسن. هدف وحيد من ركلة جزاء بالدقائق الأخيرة من عبر اللقاء. 4-1 لغاية الآن للموصل. لاحظ مقتدى بزاوية وقطفان بزاوية أخرى، علي كاظم قطفان، وبالتالي هدف التقليص. هدف وحيد، ليس هدف التقليص، هدف وحيد. 4-1 الآن، 4-1 مقتدى حسن سجل هدف. 4-1 دقائق أخيرة على عمر اللقاء. عانى كثير ديالا بهذا اللقاء، طبعا النقص العددي بالدقائق الأولى والطرد لعلي خالد. تلعب ب10 لاعبين أكثر من 90 دقيقة تعاني أكيد. إذن الخطأ الآن. أكرم يلعب الكرة، حسام أمامية، ثامر الصالحي بالوسط. إذن صافرة الحكم محمد كامل تنهي أحداث اللقاء. رباعية للموصل مقابل هدف لديالا. الأهداف سجلت الرباعية طبعا ثاني هدافي دورينا علاء الدين الدالي برباعية طبعا على حساب نادي ديالا. هدف وحيد لديالا سجل من ركلة جزاء عن طريق مقتدى
حسن 4 الموصل 1 ديالى. مبروك للموصل، هارد لك لديالى. التقيكم مباريات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.